عندي اعتقاد انه في السنين قريبه هياخد جائزه نوبل وهو ميت. عشان كده الناس مستغربه ازاي كابتن مصطفى خس. كابتن مصطفى اعاد تصحيح النظريه، ادى جسمه احتياجه الاول فما بقاش محتاج الاحتياج الاخير. يعني اديت جسمك سكر، اديت جسمي سكر اللي هو اي حاجه باكلها بتتحول سكر، فاصبح الجسم ده قال لك ما تخلص من الدهون مش عايزها، فدخل البيض مسلوق ودخل الفراخ مسلوقه لدرجه اخر فتره قبل موضوع الطيبات ده مش طايق بقى خلاص، مش قادر. يعني بقيت اقول لنفسي يعني يا رب هو ربنا خلقنا ناكل اكل طعمه وحش كده ونتعذب عشان يبقى جسمنا كويس؟ معقوله هي دي المعادله؟ ولما قابلت الدكتور ضياء وشفت بقى وهو بيقول بيض وفراخ، لا انا كنت من ضمن الناس اللي هجمته، وبيني وبينه كان دخلت حاجه كده وعمل لي بلوك وشد وبتاع، اللي هو انت بتقول ايه؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعالى نعمل تحاليل، انا راجل بطل رياضي وبطل منتخب مصر في المصارعه، واللي انت بتقوله ده مش صح، تعالى نعمل انا وانت تحاليل، انا تحاليل هتطلع احسن منك. كنت بكلمه بثقه بقى، فراح قال لي انت كبدك دهني. انتهى. فبدات اعيد هيكله الموضوع، لان المفاهيم اللي احنا دارسينها بتقول ان السكر اساسي لينا. ازاي احنا لغينا مخنا وخش الجيم ويقول لك ما تاخدش سكر؟ طب ما هو اصلا كل خلايا جسمنا بلا استثناء عايزه سكر عشان تشتغل. انا احتياج جسمي بقى للسكر اهم من الرز والبطاطس. الراجل ده فهمني ان السكر مش عدوي، انا كنت واخد السكر عدو، ففهمني ان السكر مش عدو، السكر احتياج. طب انا خدت كلامه وغمضت عيني؟ لا، انا خدت كلامه وشوف طبقته بعلم التغذيه الموجود. يعني هو الراجل ما لغاش علم التغذيه، علم التغذيه محدد لك ان السكر اهم حاجه ليك. طبعا. طب تعالى نجرب ندي بقى السكر للجسم بدل ما شقيه. انا هجرب ادي الجسم السكر بسهوله واشوف ايه اللي هيحصل. لقيت الاستجابه 10 اضعاف واكتر. جسمي بيستجيب، بيحرق دهون، طاقه اعلى، مود كويس، نشاط، اليوم يخلص مش ميتان. مش استنى بقى، بتخس دهون ازاي بقى؟ خسيت دهون؟ خسيت دهون، الصور موجود، خسيت بسرعه رهيبه وما قلتش عضلات ولا حاجه. مجرد ما اديت جسمي سكر كانه بيقول لي يا راجل انت كنت فين؟ انا كنت عايز الكلام ده. الدكتور ضياء كان قال ان العضلات دي يا ابني اللي كان بيكلم بتوع كمال الاجسام بتتبني بالسكر، يعني بناء العضلات اصلا اصلا امينيه، لان هو بيقول ان السكر بتحول لاحماض امينيه. ما دي الفكره. ان هو يديله سكر يديك طراوه، يعني أيوة. يديك عضلات والدنيا تبقى حلوه. وكان بيقول ان انت يا ابني بدل ما تاكل بروتين بعد الجيم، لا مش انت هتاكل رز يبقى حط شويه سكر على الرز. انا عصير قصب. الكلام ده كان بالنسبه لي طبعا، وعصير القصب، بس الكلام ده كان بالنسبه لي يا مصطفى اللي هو ازاي؟ بس انت طيب برضه، يعني انت برضه ما زعلتش من البلوك؟ لا، انا عايز اكلمك علاقتك بعملائك. هل في ناس بييجوا يطلبوا يشترطوا؟ الناس بتيجي تشترط دلوقتي. كابتن انا عايز امشي على نظام الطيبات، انا هشترك معاك بس همشي على نظام الطيبات. يعني بدا في ناس تيجي لك عشان انت هوريك الرسائل دلوقتي على التليفون. انا بقول لحضرتك انا بمرن ايوه، بس في ناس تقول لك لا انا مش هاكل سكر، وانت هتمشي بالطيبات ليه؟ في ناس بتيجي تقول لك مش عايز. بس انا هكلمك على الاغلبيه دلوقتي. انا يا كابتن والله هوريك رسائل دلوقتي لما نخلص تصوير. يا كابتن انا هشترك معاك بس انا همشي على نظام الطيبات ان شاء الله. تمام؟ ماشي خلاص، انت مختار، فهمت وعرفت. قال لي انا مختار كده، فخلاص. وفي ناس جابت نتائج معاك ولا لسه؟ طبعا في ناس جابت نتائج. طبعا. انت بتتكلم في شهرين يعني. ناس منهم اطباء كانوا اول ما جيت اتناقش معاه يقول لي اعمل ايه بيقولوا ده. اقسم بالله طبيب يمكن قعدت اتناقش معاه ساعه. اطباء يعني دكتور قال لي دي عوض ايه يا عم؟ ايه الكلام ده؟ سكر ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ قلت له اسبوع نجرب. عايز تجرب اسبوع انت حر. يعني انا بقول له انا في ناس بالنسبه لي بتيجي تطلبه، فانت في الاول اتناقشنا في فكره السكر وبتاع، فبدا يقتنع. نفس المناقشه دي فبدا يفهم. طيب انت فهمت؟ انت شايف ايه؟ قال لي انا هجرب اسبوع، انا هسمع الراجل ده واجرب اسبوع. وسمع الراجل ده لسه والله بقابله امبارح، قلت له ما شاء الله انت الموضوع اختلف مع نفس الشخص ده. اختلف ازاي؟ اختلف، جسمه بينزل والشحوب اللي على وشه واللغد ده بينزل خلاص. استجابه الموضوع ده بالنسبه لزمايلك الكباتن لا مش عاجبهم. بيقولوا لك ايه بقى؟ هو اصلا الموضوع ده ممكن يبقى خطر على الكباتن. ازاي؟ عشان الناس لو بدات تخس وفهمت النظريه ممكن ما يحتاجوناش. 70% من الناس معايا، وفي مدربين كتير ودكاتره بتبعت لي وبدات تمشي على النظام. فانا بقول لحضرتك كله هيلف ويرجع للنظريه بتاعه الطيبات، كله هيلف ويرجع للنظريه دي، والموضوع مساله وقت. وممكن حاجه الناس تستغربها، بس الراجل ده انا عندي اعتقاد انه في السنين قريبه هياخد جائزه نوبل وهو ميت.